ست والحقيقه في العالم كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في معلومة مفيدة مع نانا. طبعا يا حبايبي كلنا عارفين الصلصال دوت اللي هو بيجي ولادنا بيلعبوا بيه، جميل جدا وطري، بس مش هو بقى اللي احنا هنوريه لكم ده. شوفوا ده صلصال فوم، الاحمر والبامبا واخدين بالكم، والفوشيا. شوفوا منظره كله طري ازاي اهو. ده زي الفوم اللي بنلاقيه في اللعب، اللي هو بيبقى لونه ابيض، او في مثلا آلة كهربائية واخدين بالكم. ممكن تلاقيه في التلاجة، بتلاقيه لما تشتري غسالة، الحاجات دي كلها بيبقى فيها الفوم علشان الحاجة ما تتكسرش. تمام. الفوم ده اصلا كان سايل، فهم عملوه بقى للاطفال عشان يلعبوا بيه زي الصلصال كده. ده طبعا احلى يا حبايبي من الصلصال اللي هو التاني، اللي هو القديم اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي مع بعض. الصلصال القديم التاني اهو يا حبايبي، ريحته بتبقى مش مستحبة للأطفال، زي اللي فيه جاز وبيعلم في الإيد، اللون اللبني بيعلم والأزرق بيعلم. لكن الصلصال الفوم ده يا حبايبي هيعجبهم جدا، وآمن عليهم وآمن على صحتهم. لو حتى الطفل حط إيده في بقه بعدها مش هيضر. لكن التاني بيبقى مضر وشكله مش مستحب. بصوا اهو، ده القديم ريحته وحشة وطبعا مضر بالصحة. لكن ده جميل، بيجي كيس كبير كده اهو، ومعاه الادوات بتاعته، وفي منه اللون الابيض. الادوات بتاعته اللي هي عشان نعمل بيها، مثلا لو عملنا عروسة نخطط بيها الشعر، لو حبينا نقطع ونعمل كور، نعمل اي حاجة نحب نعملها بيتعمل بيها. وبعدين بينشف زي الفوم اللي بيبقى زي ما بتشوفوه لونه ابيض دوت في الحاجات الكهربائية. بصوا عملنا منه عروسة جميلة ازاي، بلونين اهو. وعملنا الشعر وتخطط طبعا الخطوط مش باينه قوي، تخطط بالآلة اللي هم بتيجي معاه. وعملنا عروسة وعملنا كورة اهي، كورة برضو جميلة. الكورة ديت بتنط على فكرة، يعني لو حطيتيها في الارض هتنط اهي، بتنط كده زي الكرة الفل الكاوتش. فحبيت اعرفكم ان الصلصال ده امن لاولادنا، فبيبقى موجود في المكاتب كتير متوفر. تقولي له صلصال الفوم اهو يا حبايبي، والحاجات اللي بتيجي معاه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ونشتري لاولادنا الحاجة الاصح بدل اللي هو الصلصال القديم اللي هو مش صحي. ده ملهوش ريحة ولا مزعج لولادنا ولا اي حاجة. اتمنى يكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.